لو انت ميديا باير وعاوز تسكيل الايجنسي بتاعتك او عاوز تجيب كلاينتس اكتر لنفسك، فانت في المكان الصح، لان انا في الفيديو ده هشرح لك بالظبط ازاي تعرف تعمل كده ايا كان المرحلة اللي انت فيها دلوقتي، سواء انت عندك 2 كلاينتس، سواء انت ما عندكش اي كلاينتس، سواء انت عندك 5 كلاينتس، سواء انت عندك 10 كلاينتس عاوز تخليهم 20 تخليهم 40 تخليهم 80. ايا كان المرحله اللي انت فيها دلوقتي، لو طبقت الحاجات اللي انا هقولك عليها دي هتعرف تجيب لنفسك كلاينتس اكتر. المشكله دلوقتي ان السوق بقى زحمه، ودي حاجه بجد حقيقيه. كل يوم بنلاقي حد جديد بينزل كونتنت، والمشكله الكبيره ان كل الناس بتقلد بعضها. فايه اللي بيحصل؟ محدش عارف يجيب كلاينتس. هي نفس المشكله اللي بتمر او اللي بتدور حوالين كل الناس في السوق. كل يوم بيجي لي اكتر من 20، اقسم بالله انا بحلف لكم اهو، كل يوم بيجي لي كميه اسئله عن يا جيكا انا مش عارف اجيب كلاينتس، انا مش عارف اجيب كلاينتس، انا مش عارف اجيب كلاينتس. جربت اعمل اوت ريتشنج ما اشتغلش، جربت انزل كونتنت ما اشتغلش. الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها الاوت ريتشنج ما بيشتغلش، مفيش حاجه اسمها كونتنت ما بيشتغلش. الحقيقه ان البيرسونال براند بتاعتك زي الزفت خرا، بس الكونتنت اللي انت بتنزله مش عارف يجيب لك لاينز. المشكله مش في ان الكونتنت بطل يجيب او الاوت ريتشنج بطل يجيب، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها اللي انت بتعمل حاجه غلط ولازم تغيرها علشان تعرف تعمل اللي انت عاوزه بجد وتجيب كلاينتس وسكيل وتعرف تعمل فلوس اكتر لنفسك، لان في اول وفي الاخر اهم حاجه في البيزنس فلوس. حد ممكن يقول لي لا سرعه، لا مش عارف ايه، فلوس. اهم حاجه انك تعمل فلوس. ايه اللي هيعمل لك بجد فلوس؟ كلاينتس بس. كل السوق زي ما قلت لكم خلاص، كل السوق بقى يعرف يعمل ميديا باينج، فاهم في الميديا باينج، وكل واحد احسن واحد في الميديا باينج، بس ما حدش عارف بجد يجيب كلاينتس نفسه. انا طولت عليكم انا عارف، بس انا بجد من قلبي بتكلم، فبقعد اعيد الحاجه مره اتنين وتلاته عشان بجد اوصلها للناس، لان انا بجد مهتم ان انا اوصل لك المعلومه. انا عارف ان انا زهقتك تاني، فخلينا نخش على طول. قبل اي حاجه، انا على مدار السنه اللي فاتت دي عرفت اجيب اكبر كلاينتس في مصر، بما ان مع ان اللي انا ما بقاليش وقت كتير خالص في السوق. في ناس كانت بقالها 5 و6 سنين في السوق، وانا عرفت اخش باكسبيرينس اقل، تمام، بالسوشيال بروف اقل وريزولتس اقل، واعرف في اقل من سنه اخد واكواير اكبر كلاينتس في مصر ثرو الكونتنت بتاعي باقل مجهود. وفي الفيديو ده برضه هشرح لك بالظبط ازاي تعرف تعمل كده، تمام. كلاينتس بقى زي مين؟ كلاينتس زي كيف، اوكي، 300 الف فولور. زي نساء، 220 الف فولور. طبعا يعني انا الفولورز دي مش حاجه، انا بس علشان مش صراحه مش هينفع يعني اقول هما بيعملوا كام في الشهر. هيليو، اوديز، طبعا يعني اي حد ميديا باير، اي حد فاهم في اللوكال براندز اكيد هيبقى عارف مين اودز، ماشي، وبراندات تانية كتيره غيرهم. وبس فور ريفرنس يعني الارقام اللي احنا بنجيبها للكلاينتس عندنا، ماشي. انا زي ما قلت لكم برضو الفيديو ده مش هيتكلم عن الميديا باينج، هيتكلم عن ازاي تجيب كلاينتس بس علشان اوريك قد ايه. اول حاجه طبعا السيرفيس بتاعتنا حلوه. تاني حاجه قد ايه الكلاينتس اللي انا عرفت اعمل لها اتراكت ثرو الكونتنت كلاينتس بجد حلوه. فده معناه ان الكونتنت بتاعي اشتغل حلو. عندنا مثلا كلاينت ده 6 مليون جنيه في اخر 30 يوم، ماشي، في 30 يوم بس 6 مليون جنيه و7%، ماشي، زي ده 7%. فده معناه ايه؟ ان ال 6 مليون جنيه دي كونسيستنت، ماشي. يعني الشهر اللي قبليه برضو كنا عاملين 6 مليون جنيه. انا مش عاوز اتكلم بس في ريزولتس كتير عشان الفيديو ده مش على ريزولتس ولا على ميديا باينج. عندنا ريزولت 16 مليون جنيه في شهر واحد بس. الريزولت دي انا ما نزلتش عليها اي حاجه لسه، ماشي، بس هنزل عليها قريب، اوكي، ما اعلنش عليها، ما قلتش عليها اي حاجه. هنزل عليها بريك داون كامل، وهنزل عليها كونتنت قريب جدا 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 عشان اقول لكم انا بالظبط عملت ايه عشان اعرف اوصل براند 16 مليون جنيه 300% انكريس، ماشي. وجروس سيلز 18 مليون جنيه بعد المرتجعات، حوالي 2.5 مليون جنيه مرتجعات، 16 مليون جنيه. 6 مليون جنيه في 30 يوم، 7 مليون جنيه، 6 مليون جنيه، 7 مليون جنيه. انتوا فهمتوا الفكرة. ومش بس بعرف اجيب لهم نتائج حلوة واشتغل مع كلاينتس كبيرة، بس عارف اخد من الكلاينتس من اول
50,000 جنيه شهريا لحد 250,000 جنيه. انا مش حاطط صورة علشان بصراحة هي اتحولت على كذا بنك ترانسفير، ما لقيتش الصور بصراحة. عاوز تصدقني مش عاوز تصدقني براحتك. انت لو مش مصدق اصلا فانت عندك مشكلة وما تكملش الفيديو، عشان لو انت مش مصدق انت ممكن تاخد من كلاينت 250,000 جنيه. انا مش عاوزك تكمل الفيديو وانت مايند سيت عمرك ما هتوصل لاي حاجة. ف براحتك يعني، صدق ما تصدقش ماشي. بس باقي سكرين شوت زي ما زي ما انتوا شايفين اهو من اول. بس يعني الحمد لله وما شاء الله. كله بس يقول ما شاء الله. من اول 50,000 جنيه. تمام. 50,000، 54، 60، 62، 70، 80، 83، 175,000 شهريا، و250,000 جنيه. بس أنا فهمتكم. أوكي، خلينا دلوقتي نخش في المهم. خلينا نخش بجد في الحاجة اللي خلتنا نعرف نعمل كل ده. ماشي. أول حاجة هي حاجة عبيطة أوي أوي أوي، وممكن مثلا انت تبقى شايف او الناس اصلا بتستهترها وشايفها ان هي مش مهمة، بس هي بجد اهم حاجة. ماشي. ومن اهم الحاجات، هي بجد من اهم الحاجات اللي بجد هتساعدك انك تعرف تجيب كلاينتس. لان هشرح لك دلوقتي بالظبط ليه. ماشي. نبقى نبطل نتكلم ونشرح لك بالظبط ليه. اوكي، تعال نخش هنا على طول. يلا بينا. اول حاجة وهي البروفايل اوبتمايزيشن. طيب ايه هو البروفايل؟ ماشي. قصدك ايه يا عم جيكا ببروفايل؟ البروفايل ده دلوقتي ماشي، ده انت اهو، ده الريل بتاعتك. ماشي. عندك هنا الايه البتاع البروفايل بيكتشر واللايك بutton وايه الشير button. ماشي. ده كده ايه ريل. فلما حد بيدوس على البروفايل بيكتشر بيدخله على ايه؟ بيدخله على البروفايل بتاعك اللي هو بيبقى فيه هنا ايه؟ البروفايل بيكتشر، البايو، الهايلايتس، الريلز بتاعتك. تمام. فهمت دلوقتي كده ايه ما معنى البروفايل. طب ليه البروفايل ده من اهم الحاجات اللي انت محتاج تظبطها وبجد بيفرق قوي قوي قوي؟ انا بحب اشبهها اكنك نازل تقابل واحده وانت عمرك ما شفتها قبل كده. ماشي. فاول لما بتشوفها ايه اللي بيحصل؟ بيبقى في حاجه اسمها فيرست امبريشن. اول نظره ليها، أو اول يعني اول نظره ليها بتشوف بقى كل حاجه. تمام. الفيرست امبريشن. ماشي. فانت دلوقتي عندك اهو بنت. تمام. هي بنت اهي بشعر جميل، واد اهو. ماشي. الواد اقصر من البنت بس عادي. فالاتنين دول عمرهم ما شافوا بعض على الحقيقة. فأول لما بينزلوا مع بعض في حاجة اسمها فيرست امبريشن بتحصل. تمام. هم ما يعرفوش بعض، أول مرة يشوفوا بعض، ففي فيرست امبريشن بتحصل. الفيرست امبريشن دي بتحصل أو هم بياخدوا قرارات عليها، بيقرروا ان هو الفيرست امبريشن دي هتبقى حلوة ولا وحشة على أساس ايه. أول حاجة طبعا تعالى مثلا نشوف من ناحية الولد كأولاد. احنا بنبص طبعا أكيد أول حاجة على النظافة بتاعت البنت. تمام. هل البنت دي شكلها نضيف؟ شعرها متظبط؟ وشها يعني مظبطه وشها كده وايه؟ حاطه ميك اب مش حاطه ميك اب مش فارقه، بس يعني من الاخر شكلها كويس، مش لسه صاحيه من النوم. لبسها، الوان لبسها، يعني لابسه مثلا احمر على ازرق على اخضر، ولا لبسها حلو بتعرف تلبس؟ طبعا الطريقه اللي هي بتتكلم بيها، طبعا الطاقة بتاعتها، الثقة بتاعتها. ونفس الحاجة برضو بيتطبق لما نروح للولد. ماشي. عندك مثلا ايه الولد؟ البنت بتبص عليه، هل هو اول حاجة مثلا واثق من نفسه؟ هل هو جسمه حلو، واخد باله من جسمه برضو؟ يعني نفس الكلام مع البنت. هل هو مثلا واخد باله من صحته ومن نظافته؟ شكله نضيف، قاصص ضوافره، شكله كده مستحمي وواثق في نفسه. كل دي حاجات بناخد عليها فيرست امبريشن. نفس الحاجه بالظبط في البروفايل. لما تخش، اول لما حد بيخش على البروفايل بتاعك بيبص على الايه؟ البروفايل فيكتشر بتاعتك. ماشي. وبعدها بيخش على البايو بتاعك. طيب. وبيخش على الهايلايتس اكيد، وبيخش على الريلز بتاعتك. تمام. خلينا ناخدها واحده واحده دلوقتي. لو حد ماشي، عشان بروفايل اوبتمايزيشن دي هنبتدي نظبط البروفايل بتاعك مع بعضينا. لو حد دخل ولقى البروفايل بيكتشر بتاعتك زبالة، البروفايل بيكتشر مش واضح فيها انت مين، مثلا متصور مع صحابك او متصور صورة ملهاش اي معنى، انت مش شايفك كويس، صورة شكلها مش حلو، فايه اللي هيحصل؟
الفيرست امبريشن هتبقى وحشه، اكنك كده دخلت على البنت هنا ووشها مش متظبط، اكنها لسه صاحيه من النوم. هل هتبقى عاوز اصلا تكمل وتنزل تتفرج بقى على ايه، على الريلز والبايو؟ اكيد لا. هل اصلا هتبقى عاوز تكمل كلام معاها؟ اكيد لا. تمام. عشان انت اول لما بتبعت، خلي بالكوا دي برضو بتفرق في الاوت ريتش جدا. عشان انت لما بتبعت لحد اوت ريتش، هو اول حاجه بيخش يعملها بيخش على البروفايل بتاعك. لما حد يشوف لك ريل، اول حاجه بيخش يعملها ايه؟ بيخش على البروفايل بتاعك. تمام. فدي مهمه قوي، فلازم ماشي تبقى عندك بروفايل بيكتشر. يعني انا مثلا البروفايل بيكتشر بتاعتي زي ما انتم شايفين بروفيشنال، واضحه، وشي باين. هو ممكن هي مزغلله شويه عشان انا واخدها سكرين شوت، بس اول حاجه باك جراوند حلو، اثوريتي. تمام. انا واحد قاعد بشتغل في مكان حلو بره مصر، مش لازم بقول لك انت بتسافر بره مصر يعني، بس انا بفهمك الفكره. تمام. قاعد بشتغل، كنتش بشتغل يعني، كنت عامل نفسي بشتغل بس يعني مش فارقه. أه. واوفرول شكلي اهو، حالي شكلي كويس، شكلي قاعد مركز لابس كويس. بس انت محتاج بروفايل بيكتشر واضحه من وشك. مش لازم تبقى قاعد بتشتغل عامه، انا بس بفهمك يعني. مفيش بروفايل بيكتشر البيرفكت. مفيش حاجه مثلا هقول لك روح تصور الصوره دي حطها بروفايل بيكتشر، مفيش حاجه اسمها كده. بس لازم تبقى البروفايل بيكتشر واضحه، ماشي، وليها معنى. مش تبقى متصور لي مثلا مع ثلاثة اصحابك، ولا مش عارف متصور لي مثلا في حته ملهاش اي 60 لازمه، ولابس لك لبس غريب. لازم بروفايل بيكتشر بتاعتك يبقى شكلها كلين، مينيمال، وبروفيشنال، زي دي بالظبط. تمام. تمام. عندنا دلوقتي حاجه مهمه قوي برضو، هي اهم، ممكن تبقى كمان من البروفايل بيكتشر. هو بص كل حاجه بتكمل بعضها. تمام. وهي البايو. تمام. بشوف ناس كتيره قوي، ماشي معلش انا اتعصبت، بس هو بجد الموضوع بيعصب. تبقى مكتوبه ايه؟ تبقى كاتبه مثلا بايو اي سكيل بيزنسز. ماشي. يعني ايه اي سكيل بيزنسز؟ يعني ايه اي سكيل بيزنسز؟ طب ما هو انت عندك مثلا ايه، مغسله عربيات، ده بيزنس. سوبر ماركت، ده بيزنس. آم، اي حاجه في العالم ده بيزنس. سبرايت، طبعا انا بشرب دلوقتي سبرايت دايت علشان تخنت شويه، محتاج اخس. يا رب ما يكونش باين عليا. خلينا بس نخش في المهم نكمل. اي حاجه في العالم بيزنس. المايك ده بيزنس. فما يعني ايه؟ لازم يبقى البايو بتاعك واضح، علشان يبقى الشخص اللي هيخش على البروفايل بتاعك يعرف هل انت الشخص الصح ليه ولا لا، هل انت هتعرف تساعده ولا لا. تمام. فلما انت مثلا تبقى كاتب اي سكيل بيزنسز، وبعدين ما البيزنس ده ما ممكن زي ما شرحت لك البيزنس ده ممكن يبقى اي حاجه. فلازم البايو بتاعك يبقى كلير وواضح، ويبقى مكون من ثلاث حاجات، من ثلاث او اربع سطور. اوكي ماشي. وزي ما قلت لكم مفيش برضو بايو بيرفكت، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تمشي بس ورا الفريم ورك دي وبس، مفيش حاجه اسمها بايو بيرفكت. اوكي. اول حاجه محتاجه في البايو بتاعتك مين اللي انت بتساعده. تمام. عشان لما حد يخش يعرف انت هتعرف تساعده ولا لا. ماشي. وبعديها انت ساعدت مين في اللي انت بتعمله ده قبل كده. تمام. سواء مثلا ساعدت 20 كلاينت سكيل، ساعدت او عملت للكلاينتس بتوعك 50 مليون الف دولار، ايا كان انت عملت ايه، الريزلتس بتاعتك من الاخر. اوكي. فاول حاجة عندنا انت بتساعد مين، وبعديها who did you help، يعني انت مين اللي انت بقى ايه ساعدته وعملت ايه، الريزلتس بتاعتك. اوكي. وبعديها تالت حاجة وهي السي تي اي. تمام. انت بتساعد اكس وعملت واي، طيب انا دلوقتي مفروض اروح فين بعد كده؟ لازم توجهه المكان. بشوف ناس كتيرة جدا بتبقى حاطة اتنين سي تي ايز. تمام. مثلا دي ام معرفش سكيل، ومثلا تحتيها يبقى حاطط مثلا ويب سايت بتاعه. ما ينفعش يبقى فيه 2 سي تي ايز في البايو بتاعك، لازم يبقى عندك 1 سي تي اي بس، علشان ما تلخبطش الناس. يا اما بقى انت عاوز تدخلهم على
على مثلا يعملوا بوك للمكالمة. اوكي، انت مثلا عاوز تدخلهم على الدي ام، ايا كان برضو ما فيش احسن طريقة. جرب وشوف احسن حاجة هتشتغل ايه هي معاك. وبعديها عندنا بقى ايه، حاجة مهمة قوي قوي قوي، وبجد ما حدش بيهتم بيها. هي دي من الاخر بقى مظهرك ولبسك وطريقة كلامك والثقة وكل الكلام الحلو ده. هل انت ينفع مثلا تبقى خارج، تبقى لابس تيشيرت مثلا حمراء وبنطلون بينك وجزمة برتقاني؟ اكيد لا. اللي هيبص عليك هيقول عليك عبيط. فنفس الحاجة في البراند بتاعتك، انت بتبني بيرسونال براند، فلازم يبقى عندك الوان ثابتة. لازم يبقى عندك الوان ثابته. ما ينفعش مثلا يبقى في فيديو الباك جراوند بتاعتك حمراء، فيديو تاني الباك جراوند بتاعتك صفراء، فيديو انت لابس تيشيرت مش عارف منتخب مصر، وفيديو تاني انت لابس بولو لونها احمر، لونها بولو احمر ايه، او مش فارقه ايا كان اللون. تمام. ما ينفعش مثلا تبقى الفيديوز كلها بتاعتك فيديو اسود، فيديو احمر، فيديو اصفر، فيديو اخضر. ما ينفعش، ولا هيخش عليك نفس اكنك داخل على بنت ولابس الوان متخلفه. نفس الحاجه، عشان الناس تفتكرك بلون معين لازم يبقى عندك الوان معينه. ممكن يبقى عندك بقى ايه، واحد برايمري ماشي، برايمري كولر، وسكندري كولر، وممكن يبقى عندك ايه بقى ايه، كولر تالت زياده يعني. ماشي، بس لازم يبقى عندك واحد برايمري واحد سكندري. اوكي. وبعديها لازم برضو تختار الفونس الصح. لازم تبقى مختار فونس. مفيش برضو حاجه اسمها فونس صح يعني، يعني لازم بس تبقى الفونت واضح، الناس اللي بتقرا شايفه الفونت. اوكي. بس لازم تختار مثلا بكتير قوي من 2 ل3 فونتس تستعملهم في الكونتنت بتاعك بس. مش كل فيديو تقعد تحط فونت جديد وبمنظر جديد وبشكل جديد وبالوان جديده. ما ينفعش. تالت حاجه، الاتيتيود بتاعك. لما اخش على الشخص ده هعرف الشخص ده مثلا الهيومر بتاعه حلو. لازم الاتيتيود، هل انت مثلا واحد جد ودايركت قوي بتتكلم في الكونتنت بتاعك بجدية ودايركت على طول ما بتهزرش، ولا واحد مثلا ايه الاتيتيود بتاعته مثلا عنده هيومر اكتر، بيشرح حاجات مثلا بهيومر بيضحك شوية. دي حاجة ما ينفعش انت تخلقها، دي لازم تبقى الحاجة الطبيعية بتاعتك، لان انت مش هتعرف تفيك حاجة. انت لازم، لو انت مثلا شخص دايركت وسيريس، يبقى خليك دايركت وسيريس في الكونتنت بتاعك. لو انت شخص مثلا بيضحك في العادي الهيومر بتحب تهزر، طبعا مش اوفر يعني، انتل بس اللي هي ما تبقاش مبوظه لك الدنيا، مش هتطلع تقول نكت يعني في الفيديوهات. بس خليك على طبيعتك. الاتيتيود بتاعك، هل انت واحد دايركت، هل واحد انت مثلا زي ما قلت لك بتضحك شويه. لازم تبقى من الاخر عندك اتيتيود الناس عارفاك بيك. مثلا جيكا مثلا باشنت، بيتكلم بباشن زي ما انا بتكلم دلوقتي. انا بتكلم بباشن قوي، بحرك ايدي، بحرك انا حاجه من غير قصدي بعملها، بكرر الحاجه كتير. تمام. انا بقعد اكرر حاجه كتير ليه؟ لان انا عاوز اوصل لك المعلومه، لان انا باشنت في الكلام اللي انا بقوله. انا مش بصور الفيديو عشان ايه مثلا اللي هو واجب وخلاص، انا بصور الفيديو علشان بجد اساعد اللي قدامي. فانا باشنت على اللي انا بعمله. هنخش في الحته دي دلوقتي. اوكي. فلازم تركز على الحاجات دول دي كده بالنسبه للبروفايل. ماشي. وبالنسبه حته الاوتريتش بس للناس اللي هي مش مؤمنه ان الاوتريتش بيجيب، خلينا نرجع كده بس للكلاينتس دي. ماشي. كلاينت زي ده، اوكي، انا جايبه من اوتريتش. كلاينت زي ده لا، ده مش ده جاي لي انباوند من الكونتنت، ده اوتريتش. وديز اوتريتش. ماشي. بس طبعا اكيد مش اوتريتش وبس، ما هم ردوا عليا لسبب. ماشي. فهي اول حاجه اوتريتش مع الكونتنت مع البروفايل بتاعك. ماشي. ال3 حاجات دول بيشتغلوا مع بعض. ما ينفعش مثلا يبقى انت بتعمل اوتريتش ومش مظبط الكونتنت والبروفايل بتاعك. ما ينفعش تبقى انت مثلا مظبط البروفايل والكونتنت بتاعك وما بتعملش اوتريتش. بالعكس، انا زي ما قلت لك، ده كيف اوتريتش، هيليو اوتريتش، اوديز اوتريتش. تمام. في طبعا يعني كلاينتس كتيره جدا، بس انا مش عايز اضيع وقت، انا بديك اكزامبل. فما فيش حاجه اسمها الاوتريتش مش بيجيب. كل حاجه هي بتشتغل از اي فانل مع بعض. الدي ام
مع البروفايل بتاعك مع الكونتنت بتاعك، عشان اللي بيخش من الدي ام بتاعك بيخش يتفرج على الكونتنت بتاعك، بيخش يتفرج بقى على الريزلتس، على كل حاجه في الكونتنت بتاعك. فدي بتشتغل مع دي. اوكي، لو مظبط الثلاث حاجات دول هتشتغل كويس قوي. وزي ما انت شايف براندات كبيره عندها 200 و 300 الف فولور انا جايبهم من اوت ريتش. اوكي، خلينا نخش على الحاجة التانية المهمة أوي 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 أوي، اللي بجد الناس بشوف فيها مصايب، وهي الاي سي بي. يعني ايه اي سي بي؟ لو انت مش عارف يعني ايه اي سي بي فانت كده في مصيبة، طبيعي مش هتعرف تجيب اي كلاينتس. الاي سي بي دي من الاخر الايديال كاستمر بروفايل، يعني التارجت اودينس بتاعك. بلغة الميديا باينج، مين التارجت اودينس بتاعك؟ اوكي، هديك دلوقتي تو اكزامبلز، اكزامبل حلو واكزامبل وحش. اوكي، لان في ناس كتيره جدا بتغلط، وبالنسبه لها الاي سي بي ده بتحدده بان هو من الاخر مثلا فاشن براندز بتعمل اكتر من 300 الف جنيه في الشهر، وده كده انا حددت الاي سي بي. انت كده ما حددتش الاي سي بي، مفيش اصلا اي اي سي بي في اللي انت عملته ده. الطريقه الصح، يعني تعالوا نبص الفرق ما بين الطريقه الصح اللي احنا نحدد بيها الاي سي بي بتاعنا والطريقه الغلط. شايفين الفرق اصلا قبل ما نخش في تفاصيل؟ شايفين الفرق؟ تعالوا بقى نخش ونوريكم التفاصيل جوه. تمام، اول حاجه لازم تحددها ايه؟ انا ده اكزامبل جايبه اي اكزامبل، ومش جايب اكزامبل ميديا باينج علشان انا عارف ان في ناس كسوله هتقلد بالظبط وتاخد من هنا تحط من عندها، وانا مش عاوزك تعمل كده عشان انت مش هتستفاد. فانا جايب لك اكزامبل تاني، فقبل ما انت ايه، انا عارفك كسول وممكن تعمل كده. تمام، اول حاجه لازم تحددها، لازم عشان تحدد الاي سي بتاعك لازم تخش ديب قوي 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 في بقى الديموجرافيكس وكل حاجه، والايموشنز والديزايرز وكل حاجه، علشان تعرف تكلم الشخص ده ثرو الكونتنت بتاعك. عشان لو انت مش عارف الاي سي بي بتاعك وبيفكر في ايه واهدافه ايه وايه المشاكل اللي عنده، هتعرف تكلمه ازاي؟ هتعرف تكلمه ازاي وانت مش عارف كل الكلام ده، وانت مش عامل شيت او مش عامل بي دي اف فيها كل الحاجات دي؟ انت لو عامل بي دي اف فيها كل الحاجات اللي هو بيفكر فيها، اهدافه، المشاكل، الستراجلز، الكيرنت ستيت اللي هو فيها، انت في مشكله كبيره لازم تروح تعملها ضروري اول ما تخلص الفيديو ده. تمام، تعال نخش. اول حاجه الجندر، ماشي، الايدج، النيش، ماشي، اوكي، دايركت تو كونسيومر مثلا ولا مثلا سيرفيس بيست. ممكن مثلا تخش ديبر اكتر بقى، فاشن اكسسوارز لو انت مثلا بتساعد الفاشنز بس، لو انت بتساعد مثلا السكين كير بس، لو انت بتساعد عامه ايكون برضو مفيش مشكله عادي. الانكم بتاعهم، الستراكشر بتاعهم، اوكي، والباينج تريجر بتاعهم، اوكي. وبعديها لازم تكتب البيفور ستيت بتاعهم. انا دلوقتي الاكزامبل ده بعمل مثلا ايميل ماركتنج، انا جايب اي اكزامبل يعني ايميل ماركتنج لبراندز، فالبيفور ستيت بتاعهم 100% من الريفينيو بتاعتهم جايه من ميتا ادز، ومفيش حد بيشتري منهم خالص، ماشي. thousands of past customers phone numbers sit on his store admin doing nothing. يعني ايه؟ يعني انا كل حاجه هقولها بالانجلش ومكتوبه بالانجلش وهقولها بالعربي. لو انت هتقعد تقول لي بقى يا عم اتكلم بالعربي لغه بلدك، اطلع بره الفيديو، ما تعصبنيش. ويعني بس عشان تبقى فاهم، عشان تبقى ناجح لازم تبقى بتعرف تتكلم انجليش. ما فيش اي بيزنس مان ناجح، او نادرا قوي ما تلاقي واحد مش بيعرف حتى يتكلم انجليش او يقرا انجليش او يبقى عنده فوكاب انجليش. عشان في الاخر الكلاينتس اللي انت عاوزها اللي بتدفع 100 و200 الف جنيه، لو انت بتعرفش تتكلم انجليش مش هتعرف اصلا تجيبهم. فبس اوكي، فلازم تستيت 5 حاجات. لو هتعرف تستيت اكتر اوكي، مثلا ممكن تستيت 10 15، كل ما تستيت اكتر كل ما احسن. بس انا زي ما قلت لكم ده بس اكزامبل. البيفور ستيت قبل ما اشتغلوا معاك، وبعديها الافتر ستيت بعد لما اشتغلوا معاك الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. فمثلا اول حاجه كان عنده مشكله ان هو 100% من الريفينيو جايه من ميتا ادز بس. الافتر ستيت اللي هو دلوقتي زود لهم الريفينيو من 20 ل 30% without no media cost attached، يعني من غير اي صرف زياده في الاعلانات بس. اوكي، وتكتب برضو 10 حاجات او 15 حاجه على حسب انت كتبت كام حاجه هنا. والcompetitive advantage بتاعتك،
لازم تبقى عارف ايه الكومبetitive ادفانتج بتاعتك. ما ينفعش تبقى شغال وانت مش عارف ايه اللي بيميزك عن التاني. كل الناس بتعمل ميديا باينج، طب فين الحته اللي بتميزك؟ ما انا كله بيعمل ميديا باينج فعلا. لازم تميز نفسك. اوكي. بعديها تكتب البروبلم والسولوشنز. ماشي. تكتب كده 5 مشاكل عندهم والسولوشن. اوكي. problem 1 problem 2 problem 3 problem 4 problem 5، وتكتب ايه السولوشن والبنفيت. وغير كده بقى ايه، هغششك شوية. انت مثلا دلوقتي علشان برضو تعرف تتكلم الاي سي بي بتاعك، ففي الميديا باينج مثلا اقعد مع نفسك وقسمهم. ايه الحاجات اللي ممكن يبقى الاي سي بي بتاعي بيستراجل فيها؟ اوكي. ممكن مثلا، يعني الميديا باينج متقسمه لحاجات كتيره جدا. كرييتيفز. ماشي. مثلا سي ار او. مثلا اوفرز. اوكي. لاندنج بيجز. انت فاهم الفكره. خش بقى ديب اكتر تحت كل حاجه. يعني في الكرييتيفز اعصرها. ماشي. ممكن يبقى ايه المشاكل اللي عنده في الكرييتيفز؟ مثلا ممكن يبقى مش عارف يطلع كام كرييتيف في الاسبوع. ممكن يبقى بيطلع كرييتيفز في مثلا بيطلع 30 كرييتيف في الاسبوع، بس برضه مش عارف يسكيل البراند بتاعته. ممكن يبقى مثلا الميديا باير بتاعه بيقول له انت محتاج 20 كريتيف، وهو مش عارف ده صح ولا غلط لان مفيش نتائج. ممكن يبقى هو مش شغال اصلا مع ميديا باير، فده كده ايه الكيرنت ستيت اللي هو فيه. فانت عشان تعرف ايه كل البوسيبل situations والبين بوينتس اللي ممكن تبقى عند الاي سي بي بتاعك عشان تعرف تحلها له، اعصرها. اعصرها. ماشي. تحت كل اسب بجد ممكن يبقى عنده مشكله فيه، سواء الكرييتيفز، السي ار او مثلا عنده مشاكل في الهايرنج، مش عارف يعين تيم ممبرز يشتغلوا معاه، فانت وعنده بين بوينتس فيها، فانت بتعمل كونتنت تحلله المشكله دي وتهت البين بوينتس والايموشنز والديزايرز بتاعتهم. الاوفرز مش عارف يعمل اوفر كويس ليه. وكمل بقى تقعد تكتب كل الحاجات ان هما ممكن يبقوا بيواجهوها او ممكن يبقوا عندهم مشاكل فيها، وتكسرها اكتر واكتر، وتحاول تعرف ايه الايموشن وراها والديزاير وراها، علشان تعرف تتكلم معاهم في الكونتنت بتاعك. ده كده بالنسبة للاي سي بي. فده كده مش اي سي بي. ماشي. فاشن براندز بيعملوا اكتر من 300 في الشهر. ده كده اي سي بي كويس. لازم يبقى عندك شيت بي دي اف او ميرو بورد زي دي، مش فارقه، اعمل اللي يريحك، يبقى فيها الاي سي بي بتاعك. وصدقني اصلا لما تعمل شيت زي دي مش هتحتاج، ممكن تقعد 3 شهور ما بتعملش ايديشن، اللي هو تحاول مثلا تقعد تجيب بقى افكار فيديوهات، لان هتخش على الاي سي بي شيت انت عارف كل المشاكل اللي عند الاي سي بي بتاعك. هتقعد بقى ايه مثلا ايه، تطلع مثلا ان هو عنده دلوقتي بين بوينت في ان هو بيطلع كريتيفز في الاسبوع كتيره، بس برضه الريزلتس مش بتتحسن والرواز بيقع. ادي فكره فيديو حلها له في الفيديو. دلوقتي الحته دي قلت لكم اللي احنا هنرجع لها، والحته دي اهم حته بصراحه بالنسبه لي بجد. انا كل واحده بقول عليها اهم حته، بس هو فعلا كلهم مهمين. ماشي. الحته دي authenticity. ماشي. authenticity دي من الاخر ان هو انك تبقى نفسك. انك تبقى نفسك، يبقى عندك authenticity، تبقاش قلود وبتقلد اي حد وخلاص. انا عاوزك بجد، ماشي، تشو البرسوناليتي بتاعتك، ما تقلدش حد. بعد اذنك ما تقلدش اي حد. وري شخصيتك الحقيقية في الكونتنت بتاعك. تمام. زي ما قلنا ايه، زي ما نرجع مثلا هنا للبراند بتاعتك، للاتيتيود بتاعتك، وري الشخصية الحقيقية. المشكلة في ايه؟ ان كل حد في المجال بيقلد من الناس بقى الكبيرة، سواء ما انا سواء اي حد غيري، وفي الاخر بيتكلم بنفس الطريقة، بيستعمل نفس الهوكس، من الاخر بيقلدهم بالظبط. فايه اللي بيحصل من الاخر؟ انت بتبقى فيرجن اوحش من الشخص ده، ومحدش هيختارك. لو انت واحد قلود والناس شايفة انك بتقلد حد، مستحيل حد يقتنع بكلامك
ولا حتى انت اصلا عمرك ما هتنجح، علشان انت بتقلد شخص، وعمرك ما هتعرف تقلد شخص وتبقى احسن منه عن نفسه. يعني انت واحد مثلا دلوقتي، مثلا واحد بيقلدني، هل حد هيعرف يبقى احسن مني في اللي انا ابقى نفسي؟ اكيد لا، عشان انا نفسي. فدي فكرة. اوكي، انك تكوبي الفورمات نفسه، ماشي، في فورماتس ممكن تبقى ناجحة، في مثلا ايدياز ممكن تبقى ناجحة، فبتاخدهم، بس مش بتبقى بتقلد. ماشي، بحب على طول اقولها، ستيل as an artist. ماشي، اسرق اكنك فنان، اسرق بفن. ماشي، اوكي. فهنا بس يعني اللي هو لو انت بتضحك خليك انرجاتك، لو انت واحد مثلا ساكت هادي، ما تحاولش تغير من نفسك وتعمل نفسك بقى اللي انت ايه انرجاتك وبتاع ومش عارف ايه. لا، خليك نفسك. ماشي. وحاجة تانية برضو، شير البيليفز بتاعتك والاوبينيونز بتاعتك الحقيقية. ولما اقول كده مش قصدي في ان انت تطلع اقول انا شايف ان اللي انا اصحى الصبح بدري ملهاش علاقة. لا، حاجات بقى في الميديا باينج او ايا كان بقى انت يعني بتبيع ايه، في حاجات في الاي سي بي، حوالين الاي سي بي بتاعتك. ماشي، مثلا طالع مثلا حد بيقول ان هو شايف ان الليرنينج فيز مهم، وانت مقتنع ان هو مش مهم، فتطلع تقول انا شايف ان هو مش مهم، وتطلع تعمل رياكت عليه عادي بكل احترام. ماشي، لازم تشارك الاكشوال بيليفز والاوبينيونز بتاعتك الحقيقية. دلوقتي احنا خلاص نراجع كده سريعا على اللي احنا عملناه: بروفايل اوبتمايزيشن، فيرست امبريشن، بنت حبيتنا خلاص، اي سي بي احنا فاهمين البنت فاحنا عارفين نكلمها كويس. ماشي، انا بشبهها بالاكزامبل اللي هو ده، واللي انت اوثنتك مع البنت. تمام، انت او لو في بنت بتتفرج يعني معلش بس فهميني بقى. لازم تبقى اوثنتك، لازم توري شخصيتك الحقيقية. هل انت مثلا دلوقتي لو حببت فيك بنت بشخصية تانية هتبقى حاجة حلوة؟ اه، انت جبت البنت بس مش دي شخصيتك، فشخصيتك هتبان مع الوقت. نفس الفكرة. ماشي، دلوقتي تعالوا نتكلم عن حاجة مهمة أوي، هي سؤال واحد. أوكي، سؤال واحد تسأله لنفسك قبل ما تصور أي حاجة. اسأل نفسك سؤال واحد: ايه المشكلة او الايموشن او الديزاير من الاي سي بي بتاعي؟ does this solve؟ ماشي، الفيديو ده لو انت مش عارف تجاوب على السؤال ده في فيديو، ما تصورش الفيديو احسن. لازم تبقى عارف ازاي الفيديو ده بيساعد الاي سي بي بتاعك. تمام، لو انت مش عارف، ولو انت مش بتراك الفيديوهات بتاعتك عشوائية، ما طبيعي انت ما بتحطش مجهود في الفيديوهات بتاعتك، يبقى ازاي مستني ار او اي منها؟ ازاي مستني كلاينتس يدفعوا لك 50 و100 الف جنيه وانت مش قادر تحط مجهود في اهم حاجة اللي هتجيب لك الفلوس اللي انت بتحلم بيها دي؟ تمام، اللي انت عاوز كلاينتس تدفع لك 100 و200 الف جنيه في الشهر من الكلاينت الواحد. تمام، فلازم تبقى عارف تجاوب على السؤال ده قبل ما تصور اي فيديو. دي بقى بجد 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 بقى فعلا مهم اوي. انا عارف دي 200 الف مرة اقول دي بجد اهم حاجة، بس الناس مش بتشتري البروجرام بتاعك. يعني انت لو في الكونتنت بتاعك عمال بتستيت الديليفربلز بتاعتك وتشرح البروجرام بتاعك، الناس مش بتشتري البروجرام، الناس بتشتريك انت. تمام، يعني انا لما كنت بدأت انا ما كانش عندي اي results، ما كنتش احسن حد، ما كانش عندي اي experience، وما كانش عندي case studies كتيرة، ولا كان عندي social proof كتير. وفي ناس في الماركت كان بقالها اكتر من 3 و4 و5 و6 سنين، والناس كانت بتختارني انا عليهم، وكانوا بيقولها لي
في السيلز كول كانوا بيقولوها لي انا فلان كلمني، بس انا اخترتك انت لان انا شايف فيك واحد اتنين تلاتة واربعة، الحاجات اللي انا كنت ببينها في الكونتنت. فالناس صدقني مش بتشتري البروجرام بتاعك او السيرفيس بتاعتك او من الريزولتس بتاعتك، الناس بتشتريك انت. فتعالوا كده دلوقتي نبص ليه الناس بتشتري مني انا وبتسيب الناس اللي بقالها 5 6 سنين. لان انا في الكونتنت بتاعي كنت بشو باشن. ومش معنى ان انا بعمل كده فانت لازم تعمل كده، ما كل واحد عنده الحتة اليونيك فيه. ماشي. الناس بتختار انها تشتغل معايا علشان الطريقة اللي انا كنت بتكلم بيها، الطريقة اللي انا كنت بفكر بيها، ماشي، الطريقة اللي انا بظهر بيها، مش علشان انا كنت بقلد واحد تاني، تمام، لا، لكن الطريقه والباشن اللي انا كنت ببينه للناس ثرو الكونتنت. وما كانش فيك باشن، لا، هو حرفيا بجد باشن حقيقي للي انا بعمله. ولو كان فيك ما كانش هيوصل الاحساس ده للناس. ان واحد يخش يقول لي انا فلان كلمني وعرض عليا وقال لي وسوى وكل الكلام الحلو ده وانا اخترتك انت. كل الناس بتنزل ريزولتس بنفس الطريقة بنفس الشكل بنفس السكرين شوتس بنفس الستوريز. فالريزولتس مش اللي هتخلي حد يختار حد عليك يعني. صدقني، مش معنى انك معكش ريزولتس زي حد تاني فانت مش هتعرف تجيب كلاينتس. اول حاجة خالص، لو انت مثلا اقصى ريزولت عندك مثلا نص مليون جنيه، ممكن يبقى واحد تاني اقصى واحد بيتفرج على فيديو اقصى ريزولت عنده مثلا 8 مليون جنيه. ممكن يبقى واحد تاني مثلا اقصى ريزولت 5، ممكن واحد تاني 2، ايا كان انت ايه اقصى ريزولت عندك. فانت دي ادفانتج ليك اكتر اصلا ما هي ديس ادفانتج ليك. انت ممكن تلاقي مثلا نفسك اللي هو انا اخري مثلا جبت براند نص مليون جنيه ولا مليون جنيه. دي مش حاجة وحشة، انت ممكن تبوزيشن نفسك اللي انت بتاخد البراندز ومتخصص انك بتاخد البراندز من 100 مثلا. لو انت البراند انت اخدته النص مليون ده كان بيعمل 100، انت ممكن تبوزيشن نفسك اللي انت بتاخد البراندات اللي بتعمل 100 بتوصلها لنص مليون جنيه، وتبوزيشن نفسك كده اللي انت بتاخد البراندات اللي بتعمل 100 وتوصلها لنص مليون جنيه، ودي تبقى المين فوكس بتاعك. اللي هي فين؟ اللي هي هنا. تمام. فهمت؟ ماشي. يعني مش شرط انك يبقى معاك اكبر. انا زي ما قلت لك انا في الاول ما كنتش عندي اكبر ريزولتس، وكان الناس هي اللي بتيجي تقول لي انا فلان جه كلمني وكنت اتفقت معاه بس انا اخترتك انت عليه لان انا شايف فيك الباشن، شايف بحب طريقة تفكيرك وعاوز اشتغل معاه كده. فهي دي الفكرة. فانت لازم الانرجي بتاعتك وطريقة تبين للناس طريقة تفكيرك، وانت وصياعتك بقى. انت وصياعتك دي انا مش حاجه هاجي اعرف اعملها لك يعني. مش هاجي اقعد معاك في الاوضه اخليك اقول لك ازاي تعملها، انت اللي لازم تبقى عارف ازاي تعملها. ف بس فريكاب، الناس مش بتشتري السيرفيس بتاعتك، الناس بتشتري انت. تمام. دلوقتي عندنا 3 بلاتفورمز مختلفين اللي انت هتنزل عليهم كونتنت عشان تجيب كلاينتس. اول حاجه انستجرام، تاني حاجة تيك توك، وتالت حاجة هي يوتيوب، ودي اللي محدش بيستعملها. ويوتيوب من احسن الطرق اللي انت تجيب كلاينتس منها. لان لما حد يتفرج على فيديو على يوتيوب ساعة او مثلا نص ساعة او ربع ساعة 10 دقايق ايا كان، احسن بكتير لما حد يتفرج لك على فيديو 30 ثانية. انا على طول بقيمها كده. 50 يعني الفيوز على يوتيوب ما بتبقاش كتيرة، بس 50 فيو على يوتيوب على فيديو ساعة أحسن من 5000 بكتير، أحسن من 5000 فيو على انستجرام أو تيك توك. 50
فيو على فيديو يوتيوب تاني احسن من 5000 فيو على انستجرام، لان ال50 فيو اللي اتفرجوا على الفيديو الساعة مور لايكلي بكتير هيشتروا منك السيرفيس بتاعتك. ان واحد يتفرج لك على فيديو ساعة، واحد يتفرج لك على فيديو ساعة 60 دقيقة، او 50 واحد يتفرج على فيديو ساعة، فالناس دي خلاص، الناس دي بجد هي عاوزة تسمع منك. هي كانتش عايزة تسمع منك عشان اتفرجت على الفيديو، هي عاوزاك انت. وانت هتعرف لما حد يتفرج على فيديو ساعة، فانت هتعرف يعني خلاص هو ناقص له، ده لو ما اشتراش ناقص له حاجة بسيطة وخش يشتري. تمام. ف دي الفكرة، لازم حاول تطلع من فيديو لتلاتة على يوتيوب في الأسبوع. ماشي، من فيديو لتلاتة. اوكي. وبرضه لازم يبقوا حوالين بقى، فكك من جو بقى ازاي عملت اول مليون جنيه ليا ومعرفش ازاي بقى ايه، نشاطي الصباحي والجو ده، فكك خالص. لازم الفيديوهات برضو تبقى حوالين مين؟ تبقى حوالين الاي سي بي بتاعك. تمام. تحللهم المشاكل بس على لونج فورم. ماشي. تحللهم مشاكلهم على لونج فورم. وطبعا ممكن بقى ايه، لو انت مثلا عندك كيس ستادي، اعمل فيديو يوتيوب من كيس ستادي. ومثلا لو الكيس ستادي دي مثلا انت خدت براند من let's say من مليون لتلاتة، اعمل فيديو كيس ستادي وانت بتبريك داون وبتوري كل حاجة انت عملتها في الفيديو ده. وبعد لما تعمل الكيس ستادي دي، الفيديو مثلا يبقى نص ساعة، فهتاخد الكليبس اللي انت عملتها من الكيس ستادي دي اللي هي نص ساعة، تاخد الكليبس دي وتقطعهم، تاخد الفيديو وتقطعهم لشورت فورم وتنزلهم على انستجرام. يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت حاجتين: عملت فيديو يوتيوب نص ساعة كيس ستادي، وعملت كونتنت على الاقل هتطلع 10 15 ريل. فانت عملت حاجتين بحاجة واحدة بس. ماشي. وبرضو الانستجرام ريلز اللي هتنزل هتبقى حاجة اسمها undocumented content. documented content يعني انت بتقعد قدام الكاميرا يلا انا هصور. undocumented يعني انت بتعمل الحاجة اللي انت بتعملها كل يوم وانت بس في كاميرا بتصورك. تمام. ودي مهمة قوي 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 قوي. اوكي. دلوقتي عندنا يوتيوب. ماشي. هتنزل من فيديو لتلاتة في الاسبوع على بين بوينتس بتوع الكاستمرز بتوعك، اي سي بي بتاعك. وبرضو كده عادي لو عايز تنزل يعني، او لا لازم تنزل كده كيس ستاديز. بس برضو يعني هقول لك دلوقتي التوزيع هتبقى عامله ازاي. ماشي. علشان في حاجه اسمها توب اوف فانل، ميد اوف فانل، بوتtom اوف فانل. كل دي كونتنت ستيجز مختلفه، وانت اكيد سمعت عنهم. بس تعالى مش عايزين نسبق الاحداث، وخلينا نتكلم على انستجرام وتيك توك. تيك توك من احسن البلاتفورمز اللي انت تعرف تجيب عليها كلاينتس، لان هناك اول حاجه انت مش محتاج اديتنج جبار. الفيديوز بتفايرل اسهل بكتير من انستجرام معظم الاوقات. تمام. برضو مش لكل حد، يعني كل حد الحالة بتاعته مختلفة. أم، وبجد الفولورز هناك يعني برضو مش لكل حد، بس الفولورز هناك اسهل انك تجيب فولورز هناك برضو معظم الاوقات. وبجد بيجيب كلاينتس كتير جدا جدا جدا. انا في كلاينتس، كمية كلاينتس جات لي من تيك توك. طيب هتقولي انت ازاي عارف اصلا الكلاينتس بتجيلك منين؟ انت لو مش عارف دي مصيبة. لو انت مش عارف الكلاينتس اللي بتجيلك جايات منين، يبقى دي مصيبة. اول حاجة لما الكلاينت يعمل ساين معاك لازم تبعت له انستنت فورم في كمية اسئلة. الاسئلة دي بقى تبقى عبارة عن مثلا اول حاجة: ايه اللي خلاك تختارني انا؟ انت بالك قد ايه عامل لي فولو؟ ايه الحاجة اللي لو انا كنت بعملها في الكونتنت بتاعي كنت انت اشتريت الخدمة بتاعتي من بدري؟ ايه الحاجة اللي خلتك تشتري مني؟ لو في فيديو معين، لو في يوتيوب فيديو معين، بلاتفورم معينة، انت عرفتني من تيك توك من انستجرام، خليك رخم.
لازم تعرف الداتا دي، لان انت لو مش عارف الداتا دي، أنا بحب اشبهها بايه، يعني لو انت مش عارف الداتا دي اكنك مشغل ميتا ادز وتيك توك ادز وجوجل ادز بس من غير داشبورد، انت مش شايف الماتريكس، مش عارف الرواز كام في كل، ومش عارف الصرف كام، ومش عارف اي حاجه، انت مشغل وخلاص. فلما الدنيا تبقى في اوردرز انت مش عارف الاوردرز جايه منين، فمش هتعرف تسكيل البادجت فين. نفس الحاجه انت لو مش عارف الكلاينتس بتوعك والليدز بتوعك جايين منين، يبقى ازاي هتعرف تدبل داون وتسكيل وتعلي عليهم البادجت علشان يجي لك ليدز اكتر وتقفل كلاينتس اكتر. هي نفس الفكره بالظبط. اللي ما بيعملش كده يعني، انا انفعلت، محتاج اهدى. كنت اقول كلمه وحشه والله، لان هي مصيبه انك ما تبقاش بتعمل كده ومش عارف الحاجات جايه منين، دي مصيبه. تمام. ماشي. تيك توك الستايل بتاعه مور ناتشورال، في ايه هنا، ماشي، مور ناتشورال، رو ناتشورال، مش محتاجه اديتس كتير، مش محتاجه حاجات كتيره، ممكن بس مجرد فيديو را. وبرضه بيستحمل فيديوهات اكتر، يعني انت ممكن تنزل على فيديو مثلا على تيك توك مثلا، ممكن تنزل بتاع 10 فيديوهات في اليوم. على انستجرام ماكسيمم من 1 ل3، ده اللي انا عملت له تيست. اي حاجه بعد 3 فيديوهات في اليوم الدنيا ما بتبقاش احسن حاجه، من فيديو ل3 مش اكتر من كده. على تيك توك ممكن تنزل 10 15 يعني، تيك توك مش فارقه. ماشي. تيك توك انت عامله اكنه ستوريز، تمام، بس مش هبل، يعني مش هبل اللي هو بقى تنزل لي انت بتاكل فراخ بقى وتقول الفراخ دي طعمها حلو ومش عارف ايه. لو انت شفتني بعمل كده ما تعملش كده. انا مش معنى ان انا بعمل حاجه، ودي المشكله كلها، ان انت لما بتشوفني بعمل حاجه بتقللني فيها او بتقلل حد فيها، مش معنى ان انا بعمل كده يبقى ده صح اصلا، مش معنى انا بعمل كده فانت ممكن تعمل كده. انا ممكن ابقى بعمل حاجه غلط بس شغاله معايا، وانت بتعملها مش شغاله معاك. انت فاهم قصدي؟ فما تقلدش، ما تقلدش. تمام. ممكن بقى يعني على تيك توك بقى التوكينج هيد، اللي هو انت ماسك تليفون عادي بتتكلم، جرين سكرين، ستوري ستايل زي ما قلت لك، اكنك عادي، اعتبرها كأنها سناب شات ستوريز او انستجرام ستوريز. عادي، ممكن زي ما قلت لك تنزل من 1 ل10 في اليوم. اوكي، بس برضه حوالين الاي سي بي بتاعك. انستجرام لازم برضه يبقى كلين اكتر، يبقى منظم اكتر. برضه ممكن تنزل توكينج هاد جرين سكرين، بس بيبقى محتاج اللي هو يبقى الكونتنت منظم اكتر عن تيك توك. تمام. ماشي. ومهم قوي، مهم قوي انك تنوع في الكونتنت بتاعك. الناس بتقعد تقول لك في الميديا باينج لازم تنوع في الكونتنت بتاعك، لازم تعمل يو جي سي، لازم تعمل ستاتكس، لازم تعمل فاوندر، لازم تعمل مش عارف ايه، وتشوف ايه احسن حاجة شغالة معاك. نفس الحاجة في الكونتنت بتاعك، ما انت لازم تنوع، لازم تجرب تعمل هوريزونتال ستايل فيديوز. تمام. اللي هي بتبقى هوريزونتال وبيبقى فيه كلام هنا كده وفي مثلا كابشنز على الفيديو. لازم تجرب تعمل توكينج هيد، اللي هي العادي خالص اللي بيبقى فيه هيدلاين هنا وكلام هنا وانت بتبقى هنا. لازم تجرب تعمل جرين سكرين، اللي هي بيبقى وراك حاجات وانت كده بتبقى اوفرلي تحت هنا. لازم تجرب تعمل مثلا فلوج ستايل اديت، ريلز اكنها فلوج ستايل، انت ماسك اكنك بتعمل فلوجينج. لازم تنوع وتشوف ايه احسن حاجة شغالة معاك. ممكن مثلا تجرب تعمل الكلون ستايل، اللي هو بتبقى انت على مرتين كده اهو. ماشي. انت على مرتين ودي بتشتغل كويس جدا. انت هنا وانت هنا، دي بقى حاجة ظبطها بقى في الاديتنج، انا مش اديتور. بس يعني لو تعبت يعني حطيت نص بس جنيه مجهود انك تخش تعملها، هتعرف تعملها بنفسك عادي. تمام. فلازم تنوع في الكونتنت بتاعك وتشوف ايه اللي شغال. اول لما فيديو يشتغل ويجيب لك سيفز وشيرز وفولوز طبعا، وطبعا لو جالك منه ليدز دبل داون، ابتدي اعمل له ريفرس انجينير. يعني ايه ريفرس انجينير؟ ابتدي حلل كل حاجه كانك بتعمل ميديا باينج بالظبط. لما يبقى عندك كل الكريتيف بتعمل ايه؟ لو مش بتعمل كده دي مصيبه برضو. بتخش تحلل كل حاجه في الاعلان، الايديا، الحاجه اللي انت كنت بتتكلم عليها،
الهيدلاين، طريقة كلامك، المكان اللي انت كنت فيه، الفورمات، هل كان يو جي سي ايه، كان توكينج هيد ولا كان مثلا هوريزونتال ولا كان جرين سكرين. تبتدي تريفرس انجينير كل حاجة في الفيديو ده، وتقعد وتكتب كل الحاجات اللي خلت او اللي كانت ممكن تبقى خلت الفيديو ده ناجح، وتبتدي تدبل داون عليها. ماشي، سواء كانت الايديا، سواء كانت الفورمات نفسه، سواء كانت مثلا التكست هوك اللي كان على الشاشة، اللي هو التكست هوك ده اللي هو بيبقى هنا كده، تبقى كاتبه مثلا انت بتتكلم مثلا عن طريقة سكيلينج جديدة، فتقوم كاتب مثلا هنا اي يعني هيدلاين بقى، هوك هيدلاين، احسن طريقة سكيلينج في 2026، ايا كان بقى الهيدلاين. بس الهيدلاين لازم يبقى قوي برضو. تمام. آه بس دي الفكرة كلها. ومهمة قوي 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 حوار اليوتيوب فيديوز ده، بعد اذنكم يعني ما تكسلوش على الحوار ده. اليوتيوب فيديوز رخمة وبتاخد وقت واطول وبتاع، بس يعني انا هو دلوقتي انا بصور يوتيوب فيديو بقالنا مش عارف بتاع نص ساعة، 40 دقيقة، 50 دقيقة، مش عارف. أم، بس هي بجد هتفيدك قوي قوي قوي، ولان هي مش هتفيدك في حاجة واحدة بس، هتفيدك في كذا حاجة، لان هتنزل فيديو على يوتيوب. تمام، دي حاجة رقم واحد. تمام، والناس هتتفرج عليها يوتيوب، وهتعرف تقطعه، تاخده مثلا لو فيديو نص ساعة، تعرف مثلا تطلع منه 15 20 ريل وتنزلهم. انت كده ما عندكش حجة انك ما تنزلش كونتنت. تمام، بس طبعا اهم حاجة مش تاخد اي حاجة وخلاص، يعني على قد ما بتقدر بتحاول تخلي الشورت فورم ده من اللونج فورم ما يبقاش شكله ان هو متاخد من لونج فورم، عشان لو هو شكله متاخد من لونج فورم الناس هتحس ان هو ايه ده يا عم، ده كان عامل فيديو قطعه ومستسهل الدنيا ومنزله وخلاص، يعني مفيش اي مجهود اتحط فيه. فلازم تخلي الشورت فورم اللي متاخد من اللونج فورم يبقى شكله مش متاخد من اللونج فورم. تمام، دي الغلطة اللي الناس بتعملها. اوكي، فهنا موضوع بسيط جدا. انستجرام من 1 ل3 فيديوهات في اليوم، تيك توك من 1 ل10. تمام، تيك توك ممكن تسبام عليه اكتر، انستجرام محتاج حاجات ممكن برضو رو ناتشرال، بس كده كده انت بتست وتشوف احسن حاجة شغالة معاك برضو. تمام، اهم حاجة بس تمشي بالفورمولا الصح والطريق الصح. اوكي، عندنا top of funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. ماشي، انت كده كده لو انت بتتفرج على الفيديو ده انت عارف الكلام ده كويس، وممكن انا بكره حاجة اسمها، بكره لما حد يجي يقول لي top of the funnel توفو بوفو موفو والجو، انا بكره حاجة اسمها كده، بس دي بجد حاجة حقيقية لو انت بتستعملها صح. لان هشرح لك دلوقتي كل ستيج فيهم ايه هم، انت ممكن تبقى عارفهم بس هشرحهم لك، عشان انا دلوقتي مش بشرح ميديا باينج. انا في الميديا باينج عمري ما اتكلمت وعمري ما قلت توب اوف ذا فانل، ميدل اوف فانل، بوتtom اوف ذا فانل. عمري في الميديا باينج لو انت طلعت لي فيديو وانا بقول توب اوف فانل، ميدل اوف فانل، بوتtom اوف فانل، هديك 10000 جنيه في جيبك انستا باي يا باشا. اكتب لي الانستا باي بتاعك لو انت جبت لي لو جبت لي فيديو وانا بقول توب اوف ذا فانل، ميدل اوف ذا فانل، بوتtom اوف ذا فانل، 10000 جنيه الانستا باي بتاعك حالا. عمري ما قلت كده. ماشي، بس هي بجد بقى هنا مهمة، هي فعلا مهمة في الكونتنت بتاعك. ماشي، التوب اوف فانل ايه لازمته؟ لازمته ان انت تكرييت كريوسيتي وتخلي الناس عاوزة تعرف اكتر. ماشي، وده اللي بيجيب لك اتنشن. والناس بتغلط في التوب اوف ذا فانل ان هي مثلا عاوزة تعمل حاجة برود عشان تكريت اتنشن، فتقوم مثلا عاملة ايه، عاملة مثلا فيديو برود بزيادة وهي فايرل بقى، جو بقى اللي هو ايه، لو انت عندك من اول 4 سنين لحد 8 سنين وفي الحضانة وما بتعملش فلوس، فانت دلوقتي
فكك يا عم من الجو ده كده توب اوف فانل تمام، هيجيب لك فيوز، هيجيب لك لايكس، هيجيب لك فولورز، بس مش هيعمل لك فلوس. مش هيعمل لك فلوس. انت في الاول في الاخر اهم حاجه انت عاوزها ايه؟ هي الفلوس. هل انت فرق لك لايكس، فولوز، مش عارف ايه؟ انت فرق لك في ايه؟ انت عاوز تعمل فلوس، فما تركزش على الفيوز ولا على الفولورز. انا عادي كنت عندي 1000 فولور وكنت بعمل ارقام في الشهر. في ناس دلوقتي عندها 20,000 فولور ما بتعملهاش. فما تركز على الفولورز. يعني زي ما قلت لك، توب اوف فانل دي مش انك تعمل حاجه برود وفي الاخر تروح تقول لي لو انت عندك من 18 ل 24 سنه وبتقبض اقل من 15,000 جنيه، ده كده ده مؤاخذة زر. ماشي. ده انت لو بقى بتبيع كورس، بقى بتبيع حاجة عايز تضحك على الناس بيها، خليك كده. ان انت عاوز تاتراكت كلاينتس يدفعوا لك الارقام اللي انت عاوزها والايديال كلاينتس، ده كده خرا 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 خرا. اوعى تعمل الحاجات دي. توب اوف فانل بقى تعمله على ايدياز في الميديا باينج. تمام. حاجات برضو حوالين الاي سي بي بتاعك. ماشي. تبقى فيديوز بتكريت كريوسيتي وتخلي الناس عاوزة تعرف اكتر وتجراب اتنشن. ماشي. هدفها ان انت ايه؟ تبقى الايديا برود بس في الحاجة الصح. تمام. مش بقى جو ايه اللي احنا شرحناه هنا. middle of the funnel. تمام. دي بقى ايه الجوب بتاعها؟ شغلانتها اللي انت بترن الفيور into someone who believes you can actually do this. او اللي هو بجد يبقى يعني انت بتقلب الفيور للشخص فعلا مؤمن ان انت ممكن تساعده، وده تركيزك الاساسي. تمام. بتعمل ايه؟ تمام. سواء بقى هي مثلا كونتنت تايبس، بس قبل ما نخش في كونتنت تايبس، الاودينس ده بيبقى ورم، ناس عاملين لك فولو او ناس عارفاك او شافوك كذا مره. تمام. ودول برضو بيبقوا جايين من ايه؟ من التوب اوف فانل. فالناس انت بتكريت كيوريوسيتي هنا، فالناس بتبقى عاوزه تعرف اكتر، فبتخش على الستيج اللي بعديه. تمام. فانت خلاص هو وورم، فانت كده كده كان شافك قبل كده او عامل لك فولو، فانت بتن الفيور. اوكي. بتن الفيور لحد مؤمن بيك ومؤمن باللي انت فعلا تقدر تساعده وبيستفاد منك بجد. تمام. الكونتنت تايبس بقى من الميدل اوف ذا فان اللي هي ايه؟ بريك داونز مثلا من اد اكونتس، بيهايند ذا سينز مثلا من التيم بتاعك او البروسيس بتاعك، فريم وركس بقى اكسبليند. تمام. اوبينيونز اللي انت مقتنع بيها مثلا ان ديتيل. تمام. ده كده ميدل اوف ذا فانل. ماشي. توب اوف فانل بقى ممكن تبقى مثلا، برضو هديكوا اكزامبل علشان تبقوا فاهمين. مثلا انا هفكر معاكم دلوقتي في اي حاجه. رانكينج فيديو مثلا. رانكينج فيديو مثلا من احسن اد فورماتس شغاله في 2026. حد يقول لك يو جي سي. يو جي سي والله واحد اتنين تلاتة حطها في اي تير اس تير ايا كان. ده كده مثلا اكزامبل يعني من توب اوف فانل. تمام. طبعا يعني مش ده الحاجة الوحيدة، انا بس بديك اي اكزامبل. ماشي. علشان ما تروحش تعمل الخرا اللي هنا ده، تقول لي انا تروح تقول لي الناس لو عندك من 18 ل 20 سنة. ماشي. فده كده الاكزامبل اوف middle اوف ذا funnel. تمام. اخر ستيج هو bottom اوف ذا funnel، وده من الاخر اللي بيبيع. وده هتلاقي الفيوز فيه اقل فيوز، هتلاقي الفيوز قليلة قوي، بس هي السبب لان الناس اللي بتتفرج بتبقى الناس اللي بجد مهتمة. تمام. هي شغلانتها مش انها تجيب فيوز عالية، شغلانتها هي تبتن بقى الشخص ده لواحد بيدفع لك فلوس بجد. طيب ايه الحاجات اللي بتبقى included في البوتtom اوف ذا funnel؟ الكلاينت ريزولتس، تستيمونيالز، الاوفر اكسبلانيشن بتاعك، حاجات حوالين الحاجات دي. ماشي. طبعا دي مش الحاجات الاساسيه، بس يعني انا بس بديك الاكزامبلز عشان تبقى فاهم. كلاينت ريزولتس، تستيمونيالز، انت بتشرح الاوفر بتاعك، بتشرح لما حد يجي يشتغل معاك ايه الاكسبيرينس او ايه الحاجات اللي هو مثلا اول حاجه احنا نخش معاك ميتنج نعرف منك واحد اتنين تلاته، تاني حاجه هنظبط لك معرفش ايه. ده كده انت بتظبط بت اكسبلين الاوفر بتاعك. اوكي. ليه بقى الحتة دي مهمة برضو تاني؟ لان في ناس كتيرة جدا فاكرة ان هي لما تقعد تعمل
فيديوز كلاينت تستيمونيالز. انا اخدت البراند ده من اكسل واي، اخدت البراند ده من اكسل واي، احنا عملنا مع البراند ده معرفش 20 مليون جنيه في يوم واحد. احنا اخدنا البراند ده من هو كان بيبيع مش عارف ب 200 خلينا نبيع بمليون. البراند ده في اخر 7 ايام عمل مش عارف 200 الف جنيه. الناس فاكرة ان هي علشان تجيب كلاينتس اللي هي محتاجة تعمل اكتر من ده، بس الحقيقة ان انت كده مش بتعمل اي حاجة غير ان انت بت من الاخر بتخلي الناس less likely ان هم يشتروا منك. انك تنال كيس ستاديز اكتر تخلي الناس less likely ان انت بتبيع للناس. ازاي حد هيشتري منك زي في الميديا بانك وهو لسه ما يعرفكش؟ تخيل كده واحد ما يعرفكش داخل يبيع لك. طب هل انت اصلا تعرفني؟ هل انت اصلا واثق فيا؟ هل انت عارف انا مين ولا انا بعمل ايه ولا انا؟ انت مش عارف اي حاجة، انت مش واثق فيا. تمام، فلازم تعدي على المراحل دي. علشان كده مش معنى ان انت عاوز تجيب كلاينتس فتقعد تعمل كيس ستاديز كيس ستاديز كيس ستاديز كيس ستاديز كيس ستاديز. طب ما هو الشخص ده مش واثق فيك، فانت لازم تخليه يثق فيك الاول. لازم تعديه على المرحلة دي والمرحلة دي علشان توصله للمرحلة دي. تمام. اخر حاجة، تمام، احنا كده يعني في حاجات اكتر من كده بكتير برضو، بس دي كل الحاجات الاساسية اللي انت محتاجها. وهي من الاخر consistency. consistency دي اهم حاجة. اقول لك حاجة، انا قلت دي اهم حاجة، اللي انا عارف دي ال20 مرة اقول حاجة، بس دي بجد اهم حاجة. لان انت لو consistent وعمرك ما وقفت هتتحسن كل مرة، وهتقعد تلاحظ الحاجات اللي انا قلتها لك. الحاجات اللي انا قلتها لك دي انا سهلت عليك الموضوع. انت كل اللي انت عليك تبقى consistent. تمام، عشان الشخص الكونسيستنت لو قعد ينزل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم هيتحسن، غير لو هو بقى متخلف وما بيتحسنش. ماشي، دي مشكلة عنده. هيتحسن كل يوم عن اليوم اللي قبليه. كل يوم هي مثلا ايه، هيفيجر اوت اللي هو بيعمل حاجة غلط في حوار التوب اوف فانل ميدل اوف فانل، هيشوف له فيديو هيعرف ان هو بيعمل حاجة غلط في دول. تمام. بعديها مثلا هيلاحظ ان هو تيك توك فعلا ممكن تنزل اللي عليه كتير. تلاحظ ان انستجرام لا قليل. هتلاحظ ان يوتيوب شغال. لاحظ بقى حاجات اكتر من كده بكتير كمان. تمام. فالكونسيستنسي بجد مهمة قوي. انا عاوز بس اديكوا اكزامبل بسيط. انا لما كنت بدات قبل حتى اصلا في الميديا باينج كنت بدات في ان انا كنت ببيع برودكت للشعر اونلاين، اورجانيك كونتنت بس. قعدت 6 شهور كل يوم كونسيستنت بنزل كونتنت، وهوريكم دلوقتي الاكونت. تعالوا نفتحه مع بعض. اهو الاكونت قدامكم. ماشي، ما اعتقدش ان في حد شاف اللي انا بوريه لكم ده دلوقتي، بس ده انا اهو ماشي في الاوضه عندي، وده شعري وبتاع. انا كنت بخبي وشي علشان كنتش عاوز اظهر بوشي اونلاين، بس انت لازم يعني ادينا اهو طالع بوشي عادي. لازم تطلع بره الكومفورت زون بتاعك علشان توصل اللي انت عاوزه. كنت بظهر في وشي في الاول او لا ما كنتش بظهر ولا ايه، مش عارف. كنت بعمل حاجات غريبة. اه، لما كنت شغال عند الحلاق. ماشي، ده لما كنت بشتغل عند الحلاق كنت، بصوا، ماشي، كل ده جولاي 18. جولاي 18 ده كنت ببدأ. ماشي، جولاي 20 ماشي، قعدت يومين ممكن عشان مكانش بيجيلي زباين بس مش اكتر. جولاي 24 كنت بنزل حاجات تقرف. تمام، كنت بنزل حاجات تقرف يعني انا مش عارف ده ايه ده. ايه اللي انا بعمله ده؟ بس والله كانت ايام. يعني كنت بحرق له في الاتوبيس وبتاع.
ما علينا يعني. بس المهم اللي انا كنت كونسيستنت كل يوم. ماشي، كنت بنزل يعتبر كل يوم. اه يعني كنت مثلا بسكيب ساعات يوم او يومين في النص. بس قعدت كونسيستنت بنزل كل يوم. يعني رهنا كده يعني نوفمبر 7، نوفمبر 7، بعدين نوفمبر 8، نوفمبر 9، نوفمبر 9، نوفمبر 10، نوفمبر 12، نوفمبر 14، نوفمبر 15. المهم يعني كنت كونسيستنت بشكل. ماشي، قعدت كونسيستنت من اول يوم نزلت فيه كونتنت، اللي هو كان جولاي 1 لحد ديسمبر. ماشي، كل ده ما جاليش ولا بيعة، كلهم كانوا صحابي. انت متخيل؟ قعدت كل ده كونسيستنت، وزي ما انت شايف الكونتنت بتاعي كان بيتحسن. فوقك من هو كله اصلا زي الزفت يعني، مش عارف انا كنت بعمل ايه. بس بداية. وده دخلني في الميديا باينج، والميديا باينج دخلتني دلوقتي. ما دخلتش حاجة، دخلتني في ان انا اعمل فلوس واسافر العالم وانا لسه ما قربتش من 20 سنة. ف دي بس الحاجة اللي انا عاوز اوصلها لك. consistency. لو انا ما كنتش consistent، لو انا كنت مثلا ما كملتش، ما كنتش وصلت للنكست ليفل، هي الميديا باينج. ماشي. وبرضه خلي بالك، انا لما بدأت في الميديا باينج، انا اول 6 شهور كنت بنزل يعتبر كل يوم. كنت ممكن اسيب مثلا يوم او يومين في النص، ساعات ما بنزلش. بس كنت بنزل كل يوم. والفيوز بقى عندي كانت وحشة قوي في الاول. انا فاكر الفيوز عندي كانت زبالة. كنت مثلا بافريج 300 400 فيو. عشان اوصل ل 1000 فولور قعدت كتير جدا، قعدت بتاع مثلا 6 7 شهور عشان اوصل ل 1000 فولور. وبعدين بقى الدنيا ضربت يعني. انا برضو دلوقتي ما عنديش فولورز كتير، عندي 14000 ولا 13000 ونص. بس انا مش فارقالي فولورز، علشان انا هدفي، انا مش هدفي ابقى انفلونسر. يلا يا جماعه انا عندي 50000 فولور بتاع. انا مش هدفي، انا هدفي اعمل فلوس. وصدقوني، مش لازم يبقى عندك فولوينج كبير عشان تعمل فلوس خالص. ناس بره اعرفها، صحابي بره مصر عندهم 2000 فولور وبيعملوا اكتر من 100,000 دولار في الشهر، يعني 5 مليون جنيه. مش محتاج فولوينج كبير. بره مصر ده كده كده حاجة تانية غير مصر. بس الفكرة نفسها اللي انت مش محتاج فولوينج كتير، انت محتاج تعمل اللي انا بقول لك عليه وتبقى كونسيستنت. تمام. انا بحب اشبهها بحاجة ظريفة قوي. الكونتنت اللي انت بتنزله كل يوم اكنك بتروح الجيم مرة. تمام. لو انت رحت الجيم مثلا مرة، هل هيحصل حاجة؟ اكيد لا. لو رحت الجيم مثلا 5 مرات، هل هيحصل حاجة؟ لو رحت الجيم اسبوعين، هل هيحصل حاجة؟ لا. بس لو رحت الجيم يعني ميات المرات، رحت 100، رحت 200 مرة، هيحصل حاجة. اه. لو انت consistent، وانك تبقى بتتمرن لمدة 5 اسابيع، بس بتسكيب اسابيع في النص. ممكن تقعد في في 5 شهور دي شهر مثلا ما روحتش جيم، او قطعت مثلا اسبوعين في النص. فانت كده ده مش معناه انت بقالك 5 شهور consistent. انك يبقى بقالك 5 او 6 شهور consistent معناه انك تبقى بتنزل كل يوم. ماشي، بتنزل كل يوم. طبيعي طبيعي، احنا بني ادمين. ممكن مثلا ايه، يوم يقع منك، يومين يقعوا منك، 3 ايام يقعوا منك، بس مش اكتر من 3 ايام يقعوا منك. ده كده معناه ان انت consistent. تمام. لو اكتر من 4 5 ايام بيقعوا منك في النص، انت كده مش consistent لمدة 6 شهور. علشان في ناس بيقول لك انا هو بقالي يا عم 6 شهور consistent وما بشوفش اي نتائج. انت مش consistent. ماشي. ف بس هي دي الفكرة. سيم بالكونتنت زي ما قلت لك. انا بحب برضو ايه، اشبهها بحاجة. انت كأنك بتبني فيلا. ماشي. كل بيس اوف كونتنت طوبة، طوبة. فالفيلا عشان تتبني هتضطر تقعد كل فيديو تنزله طوبة صغيرة في طوبة صغيرة في طوبة صغيرة في طوبة صغيرة. هتبتدي ايه، البيت يتكون شكله شوية، بعدها في طوبة في طوبة في طوبة لحد لما تبقى فيلا. فتخيل انت بتبني بيت كامل
طوبة طوبة. هياخد وقت ولا لا؟ طبيعي هياخد وقت، بس لازم تبقى كونسيستنت، متبقاش توقف في النص بس. فتعالوا كده نريكاب سريعا. اول حاجة بروفايل اوبتمايزيشن، بعدين عندنا اي سي بي، وبعدين عندنا authenticity. تمام. بعديها عندنا هنا انك تسأل نفسك سؤال واحد قبل ما تنزل الفيديو. وعندنا هنا ان الناس مش بتشتري السيرفيس بتاعتك او البروجرام بتاعتك، ناس بتشتريك انت. تمام. وعندنا حتة البلاتفورمز تيك توك انستجرام والفورماتس اليوتيوب مهم اوي كله يركز فيه. وتوب اوف فانل، ميد اوف فانل، بوتtom اوف فانل، حتة الكونسيستنسي. وبس كده. يا رب بجد اكون فدتك على قد ما اقدر. حاولت الي اوت الفاونديشنز اللي انت محتاج تبتدي تاخدها علشان تبتدي توجه نفسك في الطريق الصح. وانا زي ما قلت لك، لو انت عملت الحاجات دي وانت بقيت كونسيستنت عليهم، انا بجارنتي بضمن لك ان انت هتعرف تجيب كلاينتس اكتر. لو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي، فاول حاجه انا عايزك تكتب في الاول حاجه انا عايز احييك، لان مفيش ناس كتيره جدا بتقعد تتفرج على فيديو ساعه كامله. تمام. فانت كده معناك ان انت بجد عاوز حاجه، والمايند سيت بتاعتك حلوه. فلو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي، اكتب لي في الكومنت، اكتب تحت في الكومنتس 7 اب. ماشي. عاوز كل حد اتفرج على الفيديو لحد دلوقتي اكتب لي في الكومنتس 7 اب. ولو انت محتاج مساعدة معايا انا 1 on 1، تمام، عشان انا هبقى بلانش منتورشيب بنركز فيها اللي احنا نبني لك ايجنسي ناجحة، ومش بس نجيب لك كلاينتس، لكن بعد لما نجيب لك الكلاينتس نعمل لك structured plan ليك انت، ونظبط لك الكونتنت علشان تعمل فلوس اكتر بكتير وتجيب كلاينتس اكتر بكتير، وتميز نفسك في السوق، ما يبقاش فيه اي حد غيرك بالمنظر اللي انت هتظهر بيه ده. ومش منظر بس، لكن نعمل لك differentiation وستراكشر بلان للكونتنت بتاعك والكلاينت اكوزيشن سيستم. وفي نفس الوقت بعد لما نجيب كلاينتس هنساعدك في ان انت تبني التيم، الاس او بيز، اي اي اوتوميشنز. اي اوتوميشنز هساعدك برضو في حاجات في الميديا باي. المنتورشيب دي هتبقى يعني تركيزها انت تسكيل الايجنسي بتاعتك انت، مش هتبقى تركيزها ميديا باينج. مش هقعد بقى اقول لك جوه انت لازم تعمل اي بي او تيستنج مش عارف ايه. لا خلاص، كل الناس بقى يعني خلاص، انت مش محتاج ميديا باينج عشان تعمل فلوس اكتر، مش محتاج نولج اكتر عن الميديا باينج، انت محتاج كلاينتس، ودي الحاجه اللي هتعمل لك فلوس. فانا بساعدك انك تعمل كده بالظبط. زي ما قلت لك اي اوتوميشنز، التيم اس او بيز، ازاي تعين تيم. هجيب لك ناس، لو انت محتاج ناس هجيب لك ناس من الكونكشنز بتاعتي، تيم ممبرز بجد شاطرين يشتغلوا معاك. تمام. هجيب لك ناس، يعني هبني لك انا التيم بنفسي. ماشي. هساعدك في ده، وهبقى جنبك خطوة خطوة بخطوة في كل حاجة انت بتعملها. فانا عاوز اشتغل معاك. انا هو بقولها لك اهو، انا عاوز اشتغل معاك لو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي. فانت مايند سيت كويسه وشبه كواليفايد انت تشتغل معايا. طبعا انا مش هاخد ناس كتيره جدا، اوريدي في 3 اماكن اتاخدوا، وانا لسه ما اعلنتش على المنتورشيب دي في اي حته. في 3 اماكن اتاخد، فناقص بالظبط 3 اماكن كمان، عشان انا مش عاوز افتحها اكتر من كده. فلو انت شايف نفسك اللي انت كواليفايد تشتغل معايا، انك من الاخر تسكيل الايجنسي بتاعتك وتعمل فلوس اكتر، اعمل ابلاي تحت في اللينك. هتلاقي لينك مكتوب فيه apply to work with me one on one، اللي هي هتلاقي لينك تحت. تمام. دوس عليه، اعمل ابلاي، وهشوف لو انا هقدر اساعدك ولا لا، ولو احنا جود فيت نشتغل مع بعض. وبس كده. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اي حد عنده اي اسئله برضو يكتب لي تحت في الكومنتس.